مبدئيا كده شابو يوسف الشريف في سنة 1978 اتولد محمد إسماعيل ناجي أو زي ما احنا عارفينه يوسف الشريف. بطلنا ما كانش له أي ميول ناحية الفن، وكان رايح لطريق تاني خالص. يوسف الشريف من صغره كان بيحب الكورة، وكان أمنيته إنه يلعب في النادي الأهلي. وفعلا أمنية نجمنا اتحققت ولعب في فريق الناشئين في النادي الأهلي المصري. ولكن بتحصل لبطلنا إصابة قبل ما بيتصعد للفريق الأول، ومن هنا بينتهي مشوار بطلنا مع الكورة، وبيكبر جواه حلم التمثيل. وبيقرر بعد ما بيتخرج من كلية الهندسة إنه يشتغل في الإعلانات. وفي سنة 2004 بيتحقق الحلم أخيرا ليوسف الشريف لما المخرج شريف صبري بيختاره عشان يقوم بدور البطولة في فيلم 7 ورقات كوتشينة. ومن هنا المخرج بيختار له اسم تاني غير محمد إسماعيل ناجي. بعدها شفنا يوسف الشريف بيشارك في مجموعة من أعمال السينما والتلفزيون. شفناه في دور الضابط في فيلم فتح عينيك مع مصطفى شعبان، وكمان شفناه معاه مرة تانية في مسلسل الجاسوسية العميل 1001. وفي سنة 2007 بتدق السعادة على باب يوسف الشريف لما بيختاروا المخرج الكبير يوسف شاهين عشان يشارك في فيلمه هي فوضى. وفي الفيلم ده يوسف الشريف بيلعب دور وكيل النيابة المهتم بقضايا المجتمع، وشاركوا في البطولة خالد صالح ومنى شلبي. نقدر نقول إن الفيلم كان ناجح جدا وعامل ضجة كبيرة وقت عرضه، وده اللي خلى الفيلم يشارك في مجموعة من المهرجانات السينمائية في سنة 2009. بيقرر يوسف الشريف إنه يرجع شغفه للكورة تاني، وده بيحصل لما بيقدم أول بطولة سينمائية ليه بفيلم العالمي. وبالصدفة الغريبة فيلم العالمي بيتنبأ بوصول مصر لكأس العالم عن طريق مالك في الفيلم، اللي بقى في الواقع محمد صلاح. ده حتى الاتنين كانوا لابسين نفس الرقم. بعدها بيغيب بطلنا عن السينما وبيقرر انه يتجه للتلفزيون. وفي سنة 2012 بيقدم يوسف الشريف لينا مسلسل رقم مجهول. وفي الموسم ده بالذات نقدر نقول ان كان فيه منافسة شرسة بين النجوم. شفنا عادل امام بمسلسل فرقة ناجي عطا الله، ومحمود عبد العزيز بباب الخلق، ونور الشريف بعرف البحر، ويحيى الفخراني بمسلسله المميز الخواجة عبد القادر. ولكن مع المنافسة الصعبة دي بيقدر يوسف الشريف انه ينجح لتاني سنة على التوالي بعد مسلسل المواطن اكس. بعد ما قدم نوعية جديدة من المسلسلات كانت غايبة عن الدراما المصرية من زمان. نوعية التشويق والإثارة هي التيمة الأساسية في أعمال يوسف الشريف، وده شفناه في مسلسل اسمه مؤقت، أو زي ما أنا بسميه مسلسل الألغاز. أنا فاكر وقت عرض المسلسل ده الناس كلها كانت عايزة تعرف شخصية يوسف الشريف الحقيقية. هل هو يوسف رمزي ولا ممدوح داغر ولا مراد الشيشي ولا ايه بالظبط؟ وفي سنة 2015 بيقرر يوسف الشريف انه يتعاون مع زوجته الكاتبة انجي علاء ويقدموا لينا مسلسل لعبة ابليس. شفنا في المسلسل ده بطلنا وهو بيجسد شخصية رجل الأعمال سليم المهدي وشخصية الساحر أدهم. وكان أدهم هو الشخصية المفضلة للجمهور في لعبة إبليس، وكان هو عنصر الجذب في المسلسل. وانت بتتفرج عليه هتستمتع بكل خدعه السحرية، كأنك بتشوف ديفيد كوبرفيلد أو كريس أنجل. وفي سنة 2016 بيقدم يوسف الشريف مسلسل القيصر. المسلسل بيتكلم عن الإرهاب والجماعات التكفيرية. المسلسل ده في نظري أسوأ مسلسل ليوسف الشريف. في 2017 بيقرر يوسف الشريف انه يدخل منطقة الرعب ويقدم مسلسل كفر دلهاب. المسلسل اللي ناس كتير بتشوفه ان افضل مسلسل ليوسف الشريف بعد الصياد طبعا. المسلسل ده كان من انجح مسلسلات موسم رمضان 2017، وكان عامل حالة جدل كبير بين الناس. بعدها بيغيب يوسف الشريف عن الدراما، وبيرجع تاني سنة 2020 بمسلسل الخيال العلمي النهاية. إعلان المسلسل الأول لما نزل الكل انبهر بمستوى المؤثرات البصرية اللي فيه، وزادت التوقعات إن المسلسل هيكون قوي جدا. وده اللي حصل في أول 10 حلقات، لكن للأسف رتم المسلسل بقى بطيء وممل، وكمان نهايته ما كانتش مفهومة خالص. في 2021 بيقرر يوسف الشريف إنه يكمل في الخيال العلمي تاني بمسلسل كوفيد 25. المسلسل ده في رأيي كان أقل من النهاية بكتير، بس على الرغم من كده شفنا في المسلسل تجربة مختلفة بأول مسلسل زومبي في مصر. بعدها ياخد يوسف الشريف استراحة لمدة سنتين، ويقرر يرجع لينا بمسلسل الراكون في 2024 اللي بيتم تجهيزه حاليا. في نهاية الفيديو حابب أسألكم ايه توقعاتكم لقصة مسلسل الراكون؟ لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان فعلوا زر الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد.